عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وأحثكم على الذي هو خير. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الكرام، هذا شهر الله الأصب على الأبواب، شهر الله رجب على الأبواب. هذا الشهر أيها الكرام الشهر الفرد من الأشهر الحرم. يقول الحق تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهر، يوم خلق السماوات والأرض. ثم يقول المولى عز وجل: منها 4 حرم. 12 شهر خلقهم ربي سبحانه وتعالى، 12 شهر فيهم 4 أشهر حرم. ايش بيهم هال4 أشهر حرم؟ يقول المولى عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن رد الحقوق إلى أهلها. قبل أن ندخل إلى هذا الشهر نرد الحقوق إلى أهلها حتى نستطيع أن نتوب ونستطيع أن نستغفر الله عز وجل. في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد وأومأ بيده، قال: من قبل الشام. يحشر الله العباد من قبل الشام عراة حفاة غرلا بهما. عراة يحشرون يوم القيامة، يأتي كل الناس عراة كما خلقتهم أمهاتهم، حفاة غرلا بهما. قال يسأل الصحابي قال: قلت يا رسول الله وما بهما؟ ما معنى بهما؟ قال: بهما يعني ليس معهم شيء. تلك المناصب وتلك الأموال وتلك الكراسي وتلك الدرجات وتلك التعريفات لا يأتي بشيء يوم القيامة. يأتون وينادي مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي مناد يوم الحشر يوم القيامة صوت يسمعه القريب ويسمعه البعيد. ماذا يقول هذا المنادي؟ أنا الملك الديان، أنا الملك الديان. الله عز وجل ينادي: أنا الملك الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. حتى واحد ما يدخل للجنة وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. حتى اللطمة يعني تبدشي لطمة، تبدشي دزاله، يبدشي كفة طهوله، يبدشي حتى في زحمة ضربه بكتف طيحه. قال: حتى اللطمة. وقال: قلت وكيف؟ يسأل الصحابي في النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف وإنما نأتي عراة وغرلا وبهما. يعني كيفاش باش ياخذ منه حقه، وكيفاش هذا باش ياخذ حقه من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهارتها: أخذ الحقوق بالحسنات والسيئات. ما كان هاتش عندك من أعمال، ماك حياتك كاملة تصلي وتصوم، هات اللي خدمت خدمتك الكل هاتها توا حشي بها بالحسنات والسيئات. يا خيبة المسعى إذا إنسان أعماله في حياته كلها تتفرق له يوم القيامة. اشقال عمر يتوزع
يتوزع ما يبقى منه حد شيء، خاب وخسر وأفلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فلذلك أيها الكرام، نحن بعد يومين أو ثلاثة، يعني يمكن نهار الاثنين هو باش يكون غرة رجب، ما حسب الرؤية إما يكون نهار الاثنين ولا نهار الثلاثة. دخول رجب أيها الكرام ليس كدخول أي شهر، يعني هذه الأشهر ضاعت علينا معانيها من كثر ما تزاحمت علينا أحداث اليوم والليل والشبه في الليل والنهار، تزاحمت علينا الأخبار فصرنا لا ندري ما اليوم ولا الليل ولا نحن في أي نهار. لو سألت أحدهم نحن اليوم في أي شهر، ما هو التقويم الهجري، في أي سنة نحن هجرية، والله يقول لك صدقني مش عارف، خليني نرجع اليومية ونشوف. والله عز وجل تعبدنا بالزمان، بالتوقيت، بالأيام، بل بكل لحظة نعبد الله بكل نفس يخرج منا. هذا الشهر، شهر رجب الذي يدخل علينا بعد يومين أو ثلاث، هذا الشهر هو شهر الفرد، هو شهر من الأشهر الحرم. سمي رجب قيل لأن ترجب فيه الذنوب، تحرق ترمض. وقيل شهر رجب يسمى بالأصب. لماذا يسمى بالأصب؟ له عدة تسميات، أي حاجة عندها عدة تسميات فتلك فضائل متعددة. يسمى بالأصب. لماذا الأصب؟ قيل أن في رجب تصب الرحمات صبا، الله عز وجل يصب على عباده الرحمات في هذا الشهر. شهر البركة، شهر المغفرة، وسمي بالأصم. ما معنى الأصم؟ لا يسمع فيه قرع الطبول، طبول الحرب، لا ترفع فيه السيوف. العرب في الجاهلية، شوف، في الجاهلية وقت عبادة الأصنام، وقت الجهل، كانوا وقت اللي يجي رجب يحبسوا العركة، المشاكل متاعهم الكل يحبس، ما عاد ثم شيء. يسمى الأصم ويسمى الأصب، تصب فيه الرحمات، ويسمى بشهر المغفرة، ويسمى بشهر البركة. فهل من مشمر أيها الكرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذا الشهر، كل سنة ينتظر هذا الشهر، وأول دخول لهذا الشهر يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. شهر دعا فيه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فهو شهر البركات، وهو شهر مغفرة الذنوب أيها الكرام. تلك الذنوب التي أثقلت الكاهل، تلك الذنوب التي اعوج لها الظهر، تلك الذنوب التي منعت عنا عطاء ربي سبحانه وتعالى، تلك الذنوب التي منعت عنا بركات السماء، تلك الذنوب التي منعت عنا الغيث النافع، تلك الذنوب التي بسببها تنزل المصائب، تلك الذنوب التي بسببها نستحق العذاب، تلك الذنوب التي تبعد عنا كل أبواب الخير، تلك الذنوب التي تغلق أمامنا جميع أبواب النور، أبواب البركة، أبواب الخير، أبواب العطايا. فبماذا نحارب الذنوب؟ سئل أحد الصالحين: كيف حال دينك؟ ما حال دينك؟ قال: تمزقه المعاصي والذنوب وأرقعه بالاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم. فقلت هذه الفاء للسرعة، للفورية، عصيت الله، أذنبت، قصرت، زلت بك القدم، فقلت: استغفروا ربكم، أسرع بالاستغفار، عد إلى المولى الغفار، تب سريعا إلى الله،
لا تسوف، لا تؤجل، استغفر، عد إلى الله. ولو أذنبت في اليوم 100 مرة عد 100 مرة. إنه كان غفارا، يخبر عن ذاته العالية، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله أن يغفر لنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين مقترنين إلى يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. وكان الصالحون، وكان الإمام علي بن أبي طالب، وكان كثير من الصحابة كانوا يفرغون أنفسهم ليلة رجب، في أول من ليلة من رجب يفرغون أنفسهم للعبادة والتوجه إلى الله عز وجل، فكانوا يقومون ليلة رجب ويصومون نهارها، يقومون ليلها ويصومون نهارها، تلك الليلة الفاضلة. وكما قال الإمام الشافعي والأوزاعي وكثير من العلماء قيل فيما وردهم من الآثار أنه 5 ليالي لا يرد فيهن الدعاء، 5 ليالي مجابة لا يرد فيهن الدعاء. أول ليلة من رجب، ليلة النصف من شعبان، ليلة الأضحى وليلة الفطر وليلة الجمعة، 5 ليالي لا يرد فيهن الدعاء. نحن على أبواب ليلة من هذه ال5 ليالي أيها الكرام، ليلة من 5 هذه الليالي. أول ليلة من رجب، بداية شهر. قال الصالحون رجب شهر الزرع، تزرع شنو باش تجني في رمضان؟ رجب شهر الزرع، أزرع. وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني تلك الثمار. وقيل رجب شهر الريح، ريح. وشعبان شهر الغيم، الريح تأتي بالغيوم، بالسحاب المليئة بالأمطار. أما رمضان فشهر نزول الغيث، نزول الرحمات. إن قلنا أيها الكرام أن رجب هو شهر الزرع، في كيفاش باش تزرع في أرض بور؟ هل الأرض الآن مستعدة للزرع؟ هل أرضك حاضرة؟ أرضك حاضرة باش تزرع فيها ولا؟ والزرع يبدأ من أول يوم حتى تسقي في شعبان، حتى تأكل في رمضان. يلزم يجيب لها سكاك، ويجيب لها تراكتور، ويجيب لها محراث عربي، ويلزم ينحي الحشيش الزايد. هل الأراضي حاضرة؟ وبالاستغفار تهطل الأمطار، تهطل الأمطار. الأمطار هي الخير والبركات التي ستنزل على القلب. هل القلب مفتوح؟ هل وعاء القلب جاهز كي يتلقى رحمات من عند الله عز وجل؟ قيل المغفر. ما هو المغفر؟ المغفر هي الخوذة اللي يحطها فوق راسه المحارب. فالاستغفار حماية، يحمي الإنسان، يحمي الإنسان من البلايا، يحمي الإنسان من المصائب. الاستغفار. فتلقى الإنسان بالذنوب والمعاصي، شنو يصير له بالذنوب والمعاصي؟ مثال نعطيكم مثال، وبالمثال تتضح الأحوال. إنسان عنده أرض، عنده أرض، هالأرض هذه ايش عمل لها؟ جي الأرض سقفها، غطاها من الفوق، لا خلاها تتشمس، وكي تصب المطر ما يهبط عليها حتى شيء. هل السقف اللي عمله فوق الأرض هو تلك الغشاوة التي توجد فوق القلب؟ ويقول لك ايش بيني نزرع وراه ما نبت حتى شيء.
وراني عندي قداش ندعي وراه ما استجاب ليش. نقولوا له اخي الارض مسقفها كيش باش يهبط عليها الماء؟ التربه لازمها الشمس. القلب متاعك مغلف. قال ربي سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم، عليه ران. ينزل مطر القلب عليه ران، باش يشرق نور من عند الله على قلبك، القلب عليه نار، عليه ران. لا يدخل له انوار ولا تنزل فيه رحمات ولا فيه شيء، مسكر. باش مسكر؟ باش مغلف هذا القلب؟ بالذنوب والمعاصي. وما جلاء الذنوب والمعاصي؟ كما تحدثنا في الخطبة الماضية، هناك ذنوب لن يغفرها الله وباش يتبعك فيها ربي سبحانه وتعالى بالفتيلة، بالذرة باش يتبعك ربي، هي ما بينك وما بين الناس. هذا الباب تسكره ما دامك مازلت حي وترجع العباد متاعها، هذا الباب تسكره. ثم عندك الباب الثاني، ذنوب بينك وبين الله عز وجل. افهموني مليح. عندما نقول رجب شهر الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا فيه، قال إذا دخل رجب في الحديث فأكثروا فيه من الاستغفار، فأكثروا فيه من الاستغفار، فإن لله فيه في كل لحظة عتقاء من النار. الله الله، عتقاء من النار في كل لحظة في شهر رجب، فأكثروا فيه من الاستغفار. لكن يلزمنا نبينه أشنو فائدة الاستغفار وإنت ظالم الناس، وإنت مفتك حقوق الناس. راهو رد المظالم على روحه والاستغفار على روحه. إذن الاستغفار من ماذا؟ أني ظلمت إنسان، نمشي على السجادة نقعد وناخذ السبحة ونقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والآخر يدعي عليه. ما هكذا يكون الاستغفار. وما من هذه الأعمال يكون الاستغفار. الاستغفار هو فيما بينك وبين الله عز وجل، الذنوب اللي ما بينك وما بين ربي سبحانه وتعالى، هذه ترقع بالاستغفار. متهاون في صلاتك، تارك القرآن، ناقص صيام، ما عملتش غض بصر، أعطيت وذنك الكذا، قلت كلام كذا، هذه فيما بينك وما بين الله. ربي سبحانه وتعالى افتح لك باب اسمه الاستغفار. أما فيما بينك وما بين الناس، استغفر في اليوم 1,000,000 مرة، 1,000,000 مرة، لن تدخل الجنة حتى يأخذ حقه منك. ثم أيها الكرام، نأتي إلى الاستغفار. كيف يستغفر الله؟ كيف نستغفر الله؟ كيفاش يستغفر الإنسان؟ لا يستغفر الإنسان الله عز وجل وهو مصر وقائم على تلك المعاصي، وهو مصر. قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقت اللي الإنسان يبدأ مرتكب صغائر ذنوب لكن مصر شاد فيها صحيح، هي صغائر، أقول لك شنو فيها، حكاية فارغة. ربي غفور رحيم، لا تنظر إلى صغر المعصية بل انظر إلى من عصيت. هي سيجار وما فيه شيء، سيجار وما فيه شيء، شيشة ما فيها شيء. أنا تفرجت برا، أنا نتفرج كل يوم شوية وكاو، أنا كي تواتي قدامي تصويرها نغزر لها وكاو، شنو فيها، حليت الفيديو هذا ولا ما يسالش، حكاية فارغة. ويبدأ يهون فيها، حكاية فارغة. حكيت مع هذه في الليل راس حكاية فارغة ما يسالش، حكاية فارغة. ويبدأ يهون، حكاية فارغة مع شكون؟ مع روحك. حكاية فارغة مع إبليسك. أكاو الوحيد اللي يقول لك حكاية فارغة ويقول لك اعمل ولا تبالي، افعل ولا تبالي، هو إبليس لعين. يهون لك المعصية فتكبر في عين الله عز وجل، فتكبر في عين الله عز وجل، فتكون الهاوية. قال ولا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى، حصوات تلم جبال. فالإنسان الاستغفار الحقيقي
أن يعزم على ترك تلك الصغيرة، تلك الذنوب وتلك المعاصي، يعزم الإنسان على تركها. يقول أعاهدك يا ربي خذ بيدي، يا ربي عاوني، وأعاهدك يا ربي إني ما عادش باش نتفرج على كذا وكذا، إني ما عادش باش نقول كذا وكذا، إني في الليل كي نبدأ وحدي ما عادش باش نعمل حتى شيء، إني يا ربي. المعاصي الخفية قال إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. يمشي في باله سكر الباب على روحه ما عاد يرى فيه حد، لكن قل علي رقيب. ربي سبحانه وتعالى قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم حال الإنسان عند الاستغفار يكون حال المذنب، حال المقصر، حال المخطئ بين يدي مولاه. يعني الاستغفار يكون بانكسار، يا ربي سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب اعفو عني، يا ربي ما عادش نعاود صنعتي، يا ربي آخر مرة، يا ربي راني غلبت علي نفسي، تغلب علي الشيطان، يا ربي راهم صحبة سوء، هم اللي ضيعوني، هم اللي غلطوني. وهكذا الإنسان يكون منكسر بين يدي مولاه ويكثر 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 ويكثر، فتأتي البركات وتأتي الرحمات وتفتح له أبواب السماوات، رد المظالم ثم التوجه إلى الله عز وجل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في كل آن وحين، صل على سيدنا محمد واجمعنا به في جناتك جنات النعيم غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من المعتوقين، واجعلنا بالصلاة عليه من المرحومين، واجعلنا بالصلاة عليه من المباركين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا نسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، ومن عذابك نستجير. نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك إنك كنت بنا غفارا، نستغفرك إنك كنت بنا غفارا، نستغفرك إنك كنت بنا غفارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تجاوز عنا التبعات وجميع الزلات، واغفر لنا جميع السيئات يا رب الأرض والسماوات، يا مقيل العثرات، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. يا رب طال الجفاء، يا رب طال الجفاء، يا رب طال الجفاء، يا رب انحبست السماء، يا رب حبس علينا القطر من السماء. يا رب إن كان بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، استر لنا عيوبنا، واغفر لنا ذنوبنا. نستغفرك إنك كنت بنا غفارا. يا رب فأرسل السماء علينا مدرارا، يا رب فأرسل سماءك علينا مدرارا، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا غفار، يا من تقبل التائبين. يا رب لا ترد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا فيك. نرجوك يا الله،
الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لنا الذنوب التي حجبت عنا رحمات السماء. يا رب تبنا إليك فأغثنا، يا رب تبنا إليك فارحمنا، ارحمنا يا راحم، تب علينا يا تواب، أغثنا يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث. يا رب رحمتك الواسعة نرجو، يا رب رحمتك الواسعة، يا رب رحمتك الواسعة، يا رب ارحمنا، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.